مساء الدلع يا جماعة، عاملين ايه؟ احلى مسا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ معانا تصميم جديد النهاردة، وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، كل الحلقات اللي فاتت على القناة هنا، وانا سبسكرايب بقى ولايك واشتراك. وقبل ما نبدأ كده خلينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونفتح كده بقى الفوتوشوب، نعمل نيو. تعالى اول اقول لك التصميم اللي احنا هنعمله. ده التصميم اللي احنا هنعمله النهارده، تصميم بسيط وانا منزل لك كل العناصر. وفي عنصر اللي هو بقى بطعم تاني ممكن انت تعمله عادي، ممكن تخلي بقى الباك جراوند احمر وتظبط انت الدنيا. فده التصميم اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. تعال نرجع بقى للفوتوشوب تاني، ركز معايا عشان التصميم ده فيه حاجات حلوه يعني. هنفتح تصميم 2000 ويتس بالهايت، خليه 2500 عشان يبقى بالطول شويه، ونعمل هنا كرييت. ومن غير ما نضيع وقت هنجيب العنصر بتاعنا، هنرميه هنا كده ونكبر يا معلم، نميله كده شويه بالشكل ده كده. وسريعا نعمل سوليد كولر زي ما اتعودنا. اتفرج على الحلقات اللي فاتت علشان تكون متابع السلسله. طيب بعد ما عملنا باك جراوند بالشكل ده، تعال نعمل شكل ارضيه كده. هنعمل هنا نيو لاير فوق الباك جراوند بتاعتنا، ونجيب هنا المربع اللي هو السلكشن، وناخد كده جزء صغير من تحت. وتعال ندوس على اللون ده عشان نختار لون. هنختار اللون ده ونغمقه شويه. واحنا عاملين السلكشن وواقفين على اللاير، هندوس الت باك سبيس علشان ببساطه يلون الجزء ده باللون اللي احنا اخترناه هنا. تمام كده، سهله ومفيش مشكله. كنترول دي علشان اشيل السلكشن. تعال نرفع ده شويه علشان يبقى طاير فوق كده بالشكل ده. طيب اعمل ايه تاني؟ هاجي هنا فوق الباك جراوند وهعمل نيو لاير، واجي هنا بالبرش هختار اللون بتاع الباك جراوند، وتعالى نعمل اضاءه ورا. هنيجي هنا هنقلب كده، بص هتقلب هنا البتاع ده، وبعدين تخليها ترفعها من هنا علشان هقول لك ليه دلوقتي. عشان ببساطه لما تيجي تكبر شويه تبقى واخده الشكل بالطول بتاع الشكل الطول كده بتاع الزجاجه اللي قدامنا دي. تعال برضو نميلها كده شويه عشان تاخد نفس الاتجاه. لو عملنا كده فهتظبط الاضاءه بالشكل اللي انت شايفه ده. تعال الاول ممكن تزود الهاردنس هنا شويه، الشكل قدامنا يكون قوي كده. طيب تعال نعمل هنا نيو لاير تاني، نختار نفس اللون ونبدا نفتحه شويه كمان، وبنفس الفرشه بس نصغرها شويه، ونعمل واحده كده. هنعلم بقى على الاثنين ونكنترول تي، وبعد كده نعرضها شويه بالشكل اللي انت شايفه ده كده. هو ده ببساطه. هاجي هنا على الجزء بقى اللي هو تحت، اللي هو الباك جراوند اللي هو تحت اللي هو الارضيه دي. طيب هبدا اعمل فيها ايه؟ هعمل هنا نيو لاير فوقها، والت ما بين التو لاير كده، وتدوس كليك شمال هيعمل كليبنج ماسك على اللاير. اي حاجه هرسمها على اللاير دي هتظهر في اللاير اللي تحتها فقط. طيب هبدا اعمل ايه؟ هاجي هنا بالجريدينت تول واختار هنا لون دوت واغمقه شويه علشان اجي ببساطه اشد كده شويه يروح عامل لي جريدينت كولر من تحت. وتعالى ممكن كنترول زد ونغمق هنا شويه، ممكن نخليه شبه اسود يعني، ونشد كده اهو. طيب تعال نزود الاوباستي هنا شويه كده كويس. طيب نعمل هنا نيو لاير تاني ونخليها برضو كليبنج ماسك، وهنيجي هنا هنختار نفس اللون ده ولكن هنفتحه شويه، ونيجي من هنا ونشد كده هيعمل لنا شبه اضاءه من الناحيه التانيه بالشكل ده. تمام، حلو قوي كده. طيب في هنا حد فاصل انت شايفه، وده شرحناه برضو في الحلقات اللي فاتت. عايزين نسيح او ننعم الحد الفاصل ده ما بين التو لاير اللي هو الباك جراوند والارضيه. هنيجي على اللاير اللي هي فيها الارضيه نفسها، ونيجي على فلتر بلور ونعمل جاوتشيان بلور ونكبره شويه. شفت عمل هنا في حد الاضاءه، ولكن الحد الفاصل ما بين التو لاير اختفى خالص. طيب حلو قوي. هاجي بعد كده اعمل الشادو بتاع الزجاجه الطايره دي علشان تدي حق انها فعلا طايره. هاجي هنا تحت الازازه واعمل هنا نيو لاير، ونيجي هنا بالبرش ونقلب الفرشه دي نخليها مبططه بس زي الارضيه. تعال نبططها شويه كمان عشان تبقى في نفس مستوى الارضيه. تعال نخبط هنا واحده كده
ولكن نجيب اللون الاسود بالشكل ده. تعال نجيبها هنا شوية ونزود ونقلل الاوباستي كده، تمام. ونعمل هنا نيو لاير تاني ونصغر بقى الفرشة ونعمل ايه، نعمل واحدة كده اتقل شوية ونقلل الاوباستي بتاعتها سنة صغيرة. تعال نجيب شوية الفلفل وشوية العناصر التانية عشان نظبط التصميم. في بعد كده هنعمل كولر بالانس للتصميم وهنظبط الوان التصميم كله، اللي يعتبر بقى ايه حاجة بتنطق التصميم كله، فخلي بالك من التريكات دي. واجي هنا على فلتر بنفس اللاير اللي هو الفلفل ده، المفروض ان هو قريب من الكاميرا، فهعمل موشن بلور اساسا ان الفلفل ده كده كده طاير وقريب من الكاميرا فهيبقى فيه بلور. طيب تعال نجيب الاتجاه التاني ده ونرميها هنا برضو. برضو نفس الموضوع، فلتر بلور موشن بلور برضو قريب من الكاميرا كويس قوي كده. طيب تعال برضو نجيب نفس اللاير دي، تعال نصغرها شوية نقوصها كده شوية. هبدأ اعملها ايه، هبدأ انزلها تحت الازازة علشان تبقى باينة من الاتجاه اللي تحت. بالشكل ده بلور برضو، ولكن نقلل القيمة شوية ما نخليهاش كبيرة كده بالظبط كده. طيب تعال نجيب فلفلاية برضو حمراء عشان تكسر التصميم شوية. احنا عندنا في اللون الكتابة اللي على الزجاجة دي لونها احمر، فعشان تبقى حتى جاية معاها وتوزع كده بشكل عشوائي كويس. موشن بلور برضو بنفس القيمة بتاع اللون الاخضر. وتعال نجيب هنا تعال نرجع، تعال نجيب بقى شوية الورق الشجر دول عشان ميبقاش كله فلفل فلفل كده. تعال نكبر دي نحطها مثلا ايه هنا كده ماشي. وتعال ناخد التانية نصغرها شوية. انا عايزك تطبق ورايا، انا سايب لك الحاجات دي كلها تحت في الديسكريبشن واتفرج على الحلقات اللي فاتت. احنا عاملين تقريبا 6 حلقات او دي عاملين 6 حلقات غير دي، اتفرجوا عليهم واحده واحده. احنا جايبين من المبتدئ كده واحنا يعني بيطلع واحده واحده، فتاكد انك تتابع الحلقات بشكل كويس لحد ما توصل انك تقدر تعمل تصميمات سوشيال ميديا جامده جدا. وان شاء الله احنا هندخل بعد كده الدمج وتوزيع الاضاءه والشادو، بس باخدك واحده واحده ما بجيبش الحاجات دي في الاول يعني. طيب تعال نجيب بقى الشكل التضليعه اللي في الباك جراوند اللي عملناها اكتر من مره. بص انت شايف الباك جراوند ناعمه خالص ما فيهاش تضليع او ما فيهاش شكل. احنا هنجيب الصوره اللي انا سايبها لك تحت دي، تبدا تسحبها كده لحد الباك جراوند، ما تجيبهاش على الارضيه وتدوس انتر، وهتيجي هنا تخليها لينير بيرن، هتلاقي عمل تضليع كده في الباك جراوند. لو انت مش شايفها تعالى اخفيها لك اهي، خلت التصميم شكله جامد جدا. في هنا كتابه كانت جايه في اللاير دي. تعال نعمل هنا ماسك واجيب البرش وباللون الاسود وابدا امسح الكتابه دي بالشكل ده كده بالظبط. فيعتبر كده احنا خلصنا التصميم. تعال نعمل بقى كلر بالانس. بص بقى التصميم شكله عامل ازاي. تعال نعمل بقى كلر بالانس وتشوف. ادي كلر بالانس، هنظبط الاحمر شويه عشان يظبط الحاجات الغامقه. بس خليني قبل ما اعمل الكلر بالانس تعال نعمل هنا نيو لاير وبالجريدينت تول وابدا اغمق التصميم من الجنب، ولكن هات اللون الاسود هنا شد كده برضو من هنا، ده بيدي تركيز كده للعناصر اللي موجوده في النص. زي ما انت شايف كده. بص قبل بعد ممكن نقلل الاوباستي لو انت شايف انها ايه كبرت. تعالى بقى الكالر بالانس تاني، نزل ده وتخلي الكالر بالانس فوق علشان يتعمل على كل التصميم. طيب هنعمل ايه بقى في الكالر بالانس.
هنمسك بقى لون كده. تعالى هنا في الاخضر هنا مهم بالنسبه لنا عشان هو لون التصميم. نقلل هنا الاصفر. بص تعالى قلل بقى، خش على السيان كده تلاقي التصميم بيخضر اكتر كده زي ما انت شايف. تمام قوي. تيجي على الشادو، انت شويه المؤشرات دول بتفضل تلعب فيهم لحد ما تظبط الالوان بعينيك كده، انت تشوف عينيك مستريح التصميم كويس. تمام. انا شايف ان كده شكل كويس كده. احنا كنا مدين بس عايزين نعمل سنة اخضر كده في التصميم علشان يظهر اكتر. وبكده تقريبا خلصنا التصميم. تصميم سهل جدا. يا رب يكون عجبك الحلقة. لو عجبتك لايك واشتراك وشجعنا كده بكومنت تحت، وتابع الحلقات الجديدة ان شاء الله. السلام عليكم.